انا مش بس هخلي لك البيكيني ينور، انا كمان هخلي ريحته ولا غلطه. يبقى روتين البيكيني للتفتيح وللتعطير. خطوات تفتيح البيكيني بسيطه جدا. اول حاجه هنلتزم زي ما قلنا قبل كده غسول يكون فيه اصلا خصائص تفتيح. تاني حاجه التنشيف، لازم يا بنت الحلال على طول تنشفي المنطقه دي وتبقى جافه ما فيهاش اي ميه. تالت حاجه وهي مهمه جدا الشورت القطن الابيض، صح كده. رابع حاجه وانا شايفاها مهمه جدا وسيله ازاله الشعر، وانا قلت قبل كده ان انت ممكن تستخدمي زيت الصعد علشان تشيلي بيه الشعر. طيب حاجه بقى تانية ممكن تعمليها علشان تفتحي المكان، في عندك حاجتين، يا اما تستخدمي كريم تفتيح او زيت تفتيح. بس انا في الحاله دي انا عايزه حاجه تفتح لي المنطقه في نفس الوقت تدي لها ريحه حلوه، خصوصا للمتزوجات. نستخدم حاجات للتفتيح البيكيني، لازم ندور على حاجات مهمه في الزيوت زي زيت الجوجوبا والفيتامين اي، والاهم من ده كله البرجموت. انت قبل ما تلبسي خطوه الشورت الابيض دي فانت تحطي زيت لمسه تفتيح مناطق الحساسه من بيت الزيت. هتحطيه طبعا قبل ما تلبسي، تحطي كميه حلوه كده على المناطق الحساسه سواء للاندر ارم او البيكيني، وبعد كده تلبسي الشورت بتاعك. هل نكتفي على كده؟ لا طبعا، طبعا لا. انت عشان تلاقي منه فايده قصوى لازم تستخدمي الزيت ده يوميا. جزء بقى التعطير فيه برتقال وفي كمان الياسمين الشرقي. انت ريحه البيكيني عندك هتبقى ورده من نفس الشركه، شركه بيت الزيت. هاتي من عندهم الكوكونات اويل فيرجن، تمام. وكل يوم بعد ما تتشطفي خلاص بس هتدخلي الحمام وتشطفتي هتحطي كوكونات اويل. طبعا مفيش حاجه بتخش جوه، كله خارجيا. الكوكونات اويل من بيت الزيت مع زيت لمسه تفتيح المناطق الحساسه، هتبقي فله، البيكيني هينور. سلام وعطيه قلبي.